النهارده هنشرح ازاي تشيل الجرين سكرين من فيديوهاتك في بريمير برو. اول حاجه نعملها هنجيب الفيديو بتاعنا ونحطه على التايم لاين، وبعد كده هنروح على خانه الافكتس، نعمل سيرش على افكت اسمه الترا كي، وبعد كده هناخده ونعمله دراج اند دروب ونحطه على الفيديو بتاعنا. نتاكد ان احنا عاملين سيلكت للفيديو ونروح على افكت كنترولز، نعمل سكرول داون لغايه ما نلاقي الافكت بتاعنا. هنلاقي حاجه اسمها كي كولر، هنبتدي نضغط على الزرار ده عشان نحدد اللون اللي احنا عايزين نشيله. طبعا هي الجرين سكرين هي اشهر حاجة، بس انت ممكن تشيل اي لون في الخلفية انت عايزه. نبتدي نعمل سيلكت اللون اللي احنا عايزينه. انا هستخدم هنا التول دي واختار اللون اللي انا عايز اشيله، وبعد كده هضغط اوكي. طبعا لو انت عندك مشاكل في الاضاءة ممكن تلاقي ان في حتت خضراء ما اتشالتش من الخلفية، فلو عندك المشكلة دي هتبتدي تروح على مات جنريشن وهتلاقي قدامك الاوبشنز دي. هبتدي بقى اتغير فيهم واحده ورا التانية لغايه ما تظبط الفيديو بتاعك. انا الفيديو بتاعي مظبوط فمش هغير فيه حاجه. طبعا بقى انت ممكن تحط اي حاجه في الخلفيه سواء صوره او فيديو على حسب اختيارك. انا اخترت الفيديو ده، هاخده واعمل له دراج اند دروب واحطه على التايم لاين. طبعا انا لازم احطه تحت الفيديو بتاعي عشان يظهر، فهشد ده لفوق كده واخده واحطه تحتيه. نيجي نشغل الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتابعونا على صفحة الفيسبوك، هتلاقوا اللينك تحت على الديسكريبشن. وبس كده، سلام.